السلام عليكم. معكم محمد حمزاوي رئيس الجمعية الوطنية لأسر الشهداء المفقودين وأسر الصحراء المغربية. جيت من المنطقة الجنوبية من السمارة ومن قلميم وجديرية وتويزكي وعدة مناطق، وتنشوف الدور كبير اللي لعبوه الشهداء ديالنا الآباء ديالنا من أجل تحرير المناطق الجنوبية من العدو. وهنا تنتسائل، هاد الناس هادو اللي ضحاو بالدماء ديالهم من اجل الوطن، وهناك تعليمات الساميه ديال القائد على القوات المسلحه الملكيه لهذه الفئه ديال الاسر الشهداء المفقودين واسر الصحراء المغربيه اللي ما تياخذوهاش. وهنا تنطرحوا السؤال، من يتحمل المسؤوليه؟ اما الا جينا نديروا مقارنه، صعيب باش نديروا مقارنه، الدماء ديال الشهداء يساوي كثير وكثير وكثير وكثير. اما الحقوق ديال هذه الاسر هذه كما قال المشرف الوطني القدماء العسكريين القدماء المحاربين السيد داد حسين، وكذلك شي مشرف وطني قاضي السكن العسكري والمخزن عبر الوطني السي نخيلي. فمثل نهضروا على السكن، هذا حق دستوري اي مواطن، وما بالك الا كانت ارمله الشهيد او ابنه الشهيد. مثل نهضر على القانون وقف الامه اللي ما يستفدوش منهم ابناء ديال الشهداء اللي ماتوا لاجل الوحده الترابيه وابناء ديالهم ضاعوا في قانون وقف الامه. على الدوله المغربيه ان تتحمل المسؤوليه ديالها وتعطي الجبار ضرر للابناء والبنات ديال الشهداء المفقودين والصحراء المغربيه. مثل نجي نهضر على التشغيل وعدم التشغيل ديال الابناء ديالهم وعدم مواكبتهم في وقت اللي خصها تكون مواكبه لهذه الفئه، لان النتيجه هو البطاله اللي في الصفوف ديال الابناء وابناء ديال الاسرى وابناء ديال الشهداء. راه كاينه تضحيه كبيره رغم التعليمات ديال الساميه. وتتمنى المؤسسه الحسن الثاني الاعمال الاجتماعيه للقدماء العسكريين والقدماء المحاربين انها تفعل اوامر ملكيه بشكل استعجالي لهذه الفئه، لان الارامل وصلوا واحد السن لعدد كبير منهم ماتوا، وهذوك اللي بقاو على الاقل انهم يعيشوا شويه بالمعنويه ديالهم شويه مرتفعه، لا من السكن ولا تشغيل الابناء ديالهم، وواحد بس صغير من الحقوق ديالهم. وقبل ما نختم، التحيه والشكر خاص للقائد على القوات المسلحه الملكيه على الترميم ديالو لمقابر الشهداء في المناطق الجنوبيه، وتحيه للقوات المسلحه الملكيه الباسله اللي حقيقه الدور ديالها كبير، ان حتى مشيت انا المنطقه الجنوبيه بان لي واحد الدور كبير ديال القوات المسلحه الملكيه لحفظ الاستقرار ديال هذه البلاد هذه. ولكن خصنا نساو الاسر ديالهم، واللي حيين وميتين خصهم ياخذوا الحقوق ديالهم. والتحيه النضاليه للجميع. السلام عليكم.